والله يوم جميل جدا وانا سعيد جدا ان حضرته النهارده. وطبعا المئويه دي مناسبه كبيره جدا وعظيمه جدا لكل واحد من ولاد نادي الزمالك اللي دخلناه واحنا صغيرين. انا دخلته من سنه 57 تقريبا، ولعبت في كل درجاته، واخدت استلمت الرايه من الوالد وسلمتها لحازم. فالحمد لله يعني ده انجاز كبير جدا. والمئويه النهارده انا سعيد ان احنا نحضرها انا وحازم يعني، وان شاء الله كده تبقى السنوات وتمر سنوات وميات ونادي الزمالك يبقى عظيم. والنهارده يمكن الحاجه الجميله اللي حضرناها ان كل ابناء نادي الزمالك كانوا موجودين، سواء على زمايل ملعب او اعضاء مجلس اداره او جماهير نادي الزمالك. والنهارده شفت انت قد ايه الناس كلها بتسلم على بعض وقاعده مع بعض. بنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق نادي الزمالك، ويعني كل ما بنطلبه من نادي الزمالك ان هو يتحقق ان شاء الله ويعود الى مجده باذن الله. يعني انه في مصر يجب ان يكون هناك دائما ابدا تقييم لكل الانجازات التي تتم على ارضها. فمصر بلد موجوده منذ فجر التاريخ، ولا بد ان يكون هناك في كل مرحله من مراحل حياتها اضافه. والاضافات اللي كانت موجوده في ال100 سنه اللي فاتت في نادي الزمالك تعتبر اضافات وانجازات في مجالات متعدده، ليست رياضيه فقط ولكن اجتماعيه وتربويه. فنادي الزمالك صرح وقلعه من قلاع الرياضه في مصر، الذي تخرج منه مجموعه متميزه في كل مجالات الرياضات المختلفه، والتي اضافت ومثلت مصر في المجالات، ومنها من اعطى بلا حدود بانتمائه للنادي اولا ولمصر أو أيضا من خلال هذا الانتماء. قدر نادي الزمالك هذا العام أن يتوج المئوية بدرع الدوري العام؟ نأمل أنه يتوجها بدرع الدوري العام، وحتى لو لم تكن مئوية دايما نتمنى أن يتوج كل مسابقاته بالفوز ببطولات. فرحان اولا كعضو، كواحد من الجماهير، واحد من اسره نادي الزمالك، ان انا بحتفل بمئويه لنادي الزمالك، النادي اللي انا بحبه واللي اعشقه واللي عمل امجاد وبطولات، اسم عريق لمؤسسه كبيره كلنا بنفتخر ان احنا من ولادها، واللي ارتبط مئويته بثوره شباب، ثوره حق، ثوره ضد الفساد. المئويه كلها جميله. التاريخ هيسجل ان والدك هو كان رئيس نادي الزمالك. انا تاثرت جدا من كلمه المستشار جلال ابراهيم، لانه قال انا رغم ان في كتير افضل مني، انما انا القدر وان ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ان انا تواجدت في الوقت اللي فيه تكريم لمئويه نادي الزمالك. ده شرف ما بعدها شرف. ربنا يطيل في عمر المستشار جلال ابراهيم. بقول له متشكر لكل مجلسه، متشكر لكل الناس اللي حضروا وكل الناس اللي بيدعموا المئويه دي، متشكر لكل اللي ساهموا ان نحتفل بمئويه نادي الزمالك. وبقول يعني مبروك للجماهير، مبروك للاعضاء، مبروك لكل من ينتموا لاسم نادي الزمالك انه بيحتفلوا بمئويه اعظم نادي موجود في مصر. 100 سنة زمالك معي النهارده كابتن عصام. يا كابتن عصام، احتفالية جميلة، 100 سنة زمالك النهارده، تقول فيها ايه؟ اقول طبعا الف مبروك طبعا على الاحتفالية وعلى حفلة النهارده، طبعا تكريم رموز نادي الزمالك على مدار 100 سنة. طبعا اتمنى ان شاء الله تكون احتفالية طبعا يعني رائعة وتكون جيدة جدا، طبعا بوجود طبعا ملتقى لنجوم نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك فعلا على مدار 100 سنة. التواجد طبعا بشكل كبير ان احنا بنلتقي كلنا وبنشوف بعض على اختلاف الاجيال. نفسكم تتوجوها بدوري عام السنة دي؟ مفيش شك طبعا، يعني بنتمنى وبنتعشم. طبعا انا شايف ان الدوري السنة دي يعني بقى مثير قوي كمان في الاسابيع الاخيرة، يعني 7 اسابيع الاخيرة ديت. الزمالك ماشي طبعا، والنادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، فنتمنى ان شاء الله يعني الحظ اوفر طبعا. لكن الواحد طبعا انت عارف بيميل طبعا لزملكاويته، فاتمنى ان شاء الله مع المئويه والاحتفال بالمئويه 100 سنه على انشاء نادي الزمالك 1911، اتمنى ان شاء الله انها تختتم بدور عام. الجماهير متعطشه جدا انها تذوق طعم البطوله. طبعا احساسنا احساس مش انا نفسي مش قادر اوصفه لك. طبعا سعاده كبيره جدا زي الاجيال الكبيره العظيمه اللي هي موجوده النهارده بتكرم. اسره نادي الزمالك يعني في اجيال ما شاء الله، يعني انا سعداء بيها جدا ان احنا بنشوفها يمكن لاول مره. بس برضو انا شايف ان شاء الله باذن الله المئويه ديت جمعت رموز كبيره جدا في تاريخ نادي الزمالك.
فكرت الجماهير وفكرت الاجيال دي كلها بالبطولات اللي حققوها على مدار سنوات وسنوات. فانا شايف ان حاجه جميله جدا ان احنا كلنا بنتقابل هنا وفي ظل التكريم الكبير اللي بيجي كل فتره كبيره. فانا شايف ان شاء الله باذن الله تتوج تاريخ نادي الزمالك والرموز الكبيره ديت ان شاء الله باذن الله لاحسن حاجه، وان شاء الله باذن الله بالنسبه تتوج بدوري عام المباراه يعني احنا بنقول مباراه ان شاء الله اللي هي مع نادي كبير وتتوج ببطوله دوري ان شاء الله، لان دي فعلا ياما جمهور نادي الزمالك صبر وسند الفرقه بصراحه على الحلوه والوحشه. فانا شايف ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويقدروا اللعيبه بتاع الجيل الحالي والموسم ده ان هو يسعد جمهور نادي الزمالك الكبير باذن الله ببطوله، لان البطوله فتره غابت عننا فتره، فان شاء الله باذن الله هيبقى لها طعم، هتبقى لها طعم ان شاء الله باذن الله. والله انا جاي اقول طبعا كل مئويه ونادي الزمالك زي ما هو نادي كبير وعريق وليه تاريخ. كنت اتمنى طبعا مئويه مصر كلها تحتفل بيها، لان في النهايه الفريق نادي الزمالك فريق مصري، بغض النظر عن مشجعين اهلي ومشجعين زمالك، انما احتفلنا بالنادي الاهلي لما في المئويه بتاعته، وكان لازم مصر كلها تحتفل بنادي الزمالك برضو في المئويه بتاعته. فبقول لنادي الزمالك كل مئويه وانت نادي كبير وعريق، ويا رب تحقق كل بطولات الدنيا يعني. هي السنه كلها بتاعتنا طبعا الحمد لله 2011، وكان فخر لينا ان احنا في سنه المئويه مصر تعرف الحريه، وفخورين النهارده واحنا في دار الاوبرا في مكان الراقي دوت بنحتفل برموز ونجوم نادي الزمالك اللي هم عملوا اسم نادي الزمالك وعملوا تاريخ نادي الزمالك، وفخور ان اسماء كبيره هتتكرم النهارده ان شاء الله. مبسوط من الحفله جدا ومبسوط من تواجدكم منورنا. بس ما ينفعش يبقى معايا من خلال مساء الانوار وما اسمعش الصوت عزيز شفت اي حاجه من الزمالك. تمام. قول قلبي الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخبي، هو ده الحب اللي انا اتربيت عليه. انسوا اني ابعد عنه، انسوا لو تشوفوا لو تحسوا، الزمالك غالي عندي قد ايه. تقول ايه النهارده الكابتن مدحت شلبي في الاستوديو؟ اقول له مساء الانوار، وبشكركم على متابعتكم للحفله النهارده، واتمنى دايما تتابعوا احتفالات نادي الزمالك وماتشات نادي الزمالك زي ما تعودنا منكم دايما. طبعا دي مئويه يعني حاجه يعني كل 100 سنه، فبنقول لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك الف مبروك وكل سنه وانتم طيبين. وده ان شاء الله هيبقى يعني باذن الله تعالى ده يعني عامل رئيسي ان نادي الزمالك يتقدم خطوات الى الامام ان شاء الله ويرجع البطولات باذن الله تعالى في الحقبه. جدا مستنيه المباراه الكبرى اللي بين نادي الزمالك واحد انديه اوروبيه، تطمنهم تقول لهم ايه؟ هو ان شاء الله يعني في ان شاء الله هذه المباراه هتبقى موجوده باذن الله تعالى، بس هو في بعض التاجيل، لكن هتبقى موجوده باذن الله تعالى، ودي اللي هي المباراه اللي هنكرم في كل الرياضيين اللي موجودين اللي كانوا ادوا بطولات كبيره لنادي الزمالك، اللي هم اجيال الكوره واجيال الهاندبول والفولي بول والباسكت بول كلهم. فان شاء الله دي مباراه يعني طبعا دي حاجه يعني تبقى فاكهه المئويه ان شاء الله. المبادره اللي عملها كابتن مدحت شلبي من خلال حصاد الاسبوع، والله طبعا يعني احنا كابتن مدحت شلبي يعني محبوب من كل الناس، واحنا بنقول يعني بنتمنى ان كل شيء يبقى يعني مبادره جميله، ونتمنى انها تتحقق وان احنا نصل الى الهدف الرئيسي كلها، ان احنا بنحقق الروح الرياضيه وبنحقق يعني ان كل الجماهير كلها تبقى يد واحده علشان نقدر نطلع مباراه جيده باذن الله تعالى. 100 مبروك في 100 سنه زمالك. 100 مبروك في 100 سنه زمالك وكل سنه وانتم طيبين. والله انا بهني نادي الزمالك، القاعه قد ايه رائعه، طبعا دار الاوبرا حاجه جميله، القائمين عليها الدكتور شيرين حقيقه ومجلس اداره نادي الزمالك عاملين شغل رائع. وانا كرياضي وكمحب لكره القدم اهنئ نادي الزمالك بالمئويه، وبقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله ووفق كل الانديه الكبيره في مصر، لان هم دول اساس الرياضه واعمده الرياضه القويه اللي موجوده في مصر. اعتقد ان دي جايزه او تكريم كابتن حسن شحاته، هل لا زال كابتن حسن شحاته يمر بحاله نفسيه سيئه بعد اخفاق امس؟ لا هو اكيد زعلان طبعا ان هو ما وصلش المنتخب، بس هو حس عارف خلاص ان هو ادى مهمته مع المنتخب، محتاجه فكر جديد، محتاجه شغل جديد، محتاجه برضو مجموعه من اللاعبين الجداد، فعادي دي سنه الحياه ودي كوره.
اكيد زعلان طبعا ان هو ما وصلش، ودي حاجه مش كويسه ان منتخب مصر ما وصلش لافريقيا، لكن خلاص هي دي سنه الحياه، لازم يكون في تغيير. كان قرار صعب ان هو يتخذ إن لا هو المره دي ما خلاص؟ كانش صعب، المره دي كان اعتقد القرار متاخد من فتره، وبس هو كان مستنيين فرصتنا في التصفيات، هل هنكمل ولا مش هنكمل، فهو خلاص حس ان الامور وقفت، الدنيا يعني طبعا عدم الوصول ده يعتبر اخفاق او مش نجاح للمهمه، فخلاص هو يعني حب يسيب لاتحاد الكوره وان هو يختار مدرب تاني وفكر جديد وكده. لا كابتن حسن ملوش علاقه بقى. لا لا ده طبعا دي مهمه اتحاد الكوره، هم نشوف مدرب سواء مصري او اجنبي، كابتن حسن ملوش دخل في القصه دي خالص. هيعود للتدريب مره اخرى خارج مصر؟ انت عايزه يبطل ولا ايه؟ لا خارج مصر. الكلام خارج مصر. لا في عروض كتير الحمد لله من فتره ودلوقتي، ولسه كمان يعني لسه هو كان حصل، مش عايز اقول استقاله او اقاله، عايز اقول تراضي بين الطرفين، ان العلاقه محترمه جدا، وكابتن حسن والجهاز الفني واللاعبين ادوا كتير لمصر، والعلاقه كانت قويه جدا ما بينه وبين اتحاد الكوره، فلما بيسيب المنتخب اكيد هيجي له عروض، وكان في عروض قبل كده، فهيبدا يقعد يهدى بس شويه مع نفسه، يقيم العروض، يشوف احسن حاجه يقدر هو ينجح فيها، مش شرط يكون منتخب كبير او نادي كبير بس ما عندوش مقومات النجاح، هيقعد بقى يقيم الامور ويشوف مين النادي اللي ممكن يروح عشان يعمل انجاز جديد، نادي او منتخب. لا ما عنديش معلومات. ما عنديش معلومات. قول لي النهارده عن تكريم رموز نادي الزمالك. حاجه جميله جدا، وانا مبسوط جدا زي ما قلت من شويه، يعني عارف لمه نادي الزمالك والاجيال الجديده اللي هتشوف التكريم ده، بنكرم ناس من العشرينات ومن الثلاثينات ورؤساء نادي الزمالك السابقين، فاسره نادي الزمالك اتكرمت، ودي بتبين بقى تاريخ نادي الزمالك، وتورينا الشخصيات اللي اجتهدت واثرت في تاريخ نادي الزمالك في كل الالعاب، مش في الكوره بس وفي الادارات، فحاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه شيك، بشكر عليها مجلس الاداره، وان شاء الله المئويه الاحتفال بالمئويه يستمر ويبقى في حاجات احسن من كده باذن الله. انا سعيد جدا لوجودي في الاحتفال بالمئويه اللي بتتكرر مره واحده في العمر، وان شاء الله احفادي بقى هم اللي يحضروا المئويه اللي جايه ان شاء الله. انا سعيد بالمئويه اللي انطلقت مع ثوره يناير، وان شاء الله تكون بدايه لبطولات اكتر وانجازات اكتر، وان شاء الله تكون حفله تليق باسم نادي الزمالك، ويكرم فيها اكبر عدد ممكن من الاحياء وغير الاحياء، وان شاء الله تكون بصمه جديده لتاريخ نادي الزمالك ان شاء الله. اقول طبعا ان احنا الحمد لله اتشرفنا بان احنا نيجي هذا التكريم، وشاهدنا الرموز واسماء كانت عظيمه جدا، ودخلنا النادي وسمعنا عنها، النهارده شفنا ابنائهم واحفادهم بيتكرموا، وده شيء على فكره مش غريب على نادي الزمالك، واتمنى انها تبقى خطوه لان هم يعملوا مئويه كويسه، يعني ده بدايه المئويه اتصور، فاتصور ان هم بعد كده في الفتره اللي جايه لازم يبقى في التحام شويه عشان نطلع بمئويه جيده تليق باسم هذا التاريخ 100 سنه. كابناء نادي الزمالك حسيتوا بالفعل ان يوجد مئويه لنادي الزمالك هذا العام؟ والله انت عارف، انت بتسالني سؤال، احنا المشاعر متناقضه عندنا، احنا برضو السنه دي في ثوره وفي حاجات كتيره جدا وصلت بينا المشاعر لاعلى الدرجات، وبعدين بعد كده في مشاكل حصلت، مظاهرات فئويه وناس بتطالب بحقوقها، وبعدين كره القدم هترجع ولا مش هترجع، في وسط ده كله المئويه بتاعت نادي الزمالك طبعا برضو لما بيبقى الجو احسن من كده واهدى من كده بتحس بالموضوع اكتر.